السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حلقة جديدة ومختلفة بس جميلة ومهمة. موضوع الحلقة عن العطار والعطارة ودكان العطار. هنسأل العطار عن كل وصفات الشعر والبشرة والتفتيح، وصفات التخسيس، وصفات المناعة، علاج بعض الأمراض. كان زمان العطار هو الصيدلية وهو الطب والدواء، ولما الدنيا اتغيرت وحسينا اننا اتقدمنا سيبنا العطار والعطارة. ولما اتقدمنا اكتر وعرفنا ان الطب البديل مهم والاعشاب الطبيعية هي الحل الامن وكمان فعال، رجعنا تاني للعطارة ووصفات العطار، بس بشرط تكون بمعايير ونسب. وده مش معناه اننا نلغي الطب والدواء، انما لكل مقام مقال، والشيء لزوم الشيء. الدكتور مهم عند اللزوم، والصيدلية لازم تكون موجودة عند اللزوم. العطار مش بس مجرد مهنة، العطارة فن ودراسة، ولازم تكون بشطارة. كل ست بتحب دكان العطار والعطارة، من أول التنظيم والترتيب وحتى ريحة العطارة. وكل ست نفسها المطبخ بتاعها يكون فيه جزء شبه دكان العطار، مليان بالأعشاب والتوابل. عشان كده أنا قررت أعمل كل يوم جمعة حلقة عن وصفات العطار. يا رب تعجبكم. اسألوني في الكومنتات عن أي وصفة انتوا عايزينها، وإن شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية نجيب لكم الإجابة. ما تنسوناش لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك واللايك والكومنت. تعالوا نشوف النهاردة العطار بتاعنا هيوصف لنا وصفة السلام ايه. عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا. معانا الأستاذ محمود هيقول لنا وصفات من وصفات العطار. هو احنا بهرنا بترتيب العطارة بتاعته، وهنسأله بقى على حاجة الناس كلها بتسأل عليها النهاردة زي الكورونا، ازاي نقوي مناعتنا من مرض الكورونا ومن أمراض كتيرة، لأن تقوية المناعة أهم حاجة. هنسألك بقى ايه، ازاي نقوي مناعتنا ونحمي نفسنا من الكورونا ومن غير الكورونا. والله هي المناعة دلوقتي شيء ضروري جدا تقويتها، علشان نحاول نحد من فيروس كورونا، ان احنا نقوي ازاي الجهاز بتاعنا. طبعا الدنيا كلها متدمرة، اه فأول حاجة احنا عايزين وصفة من وصفاتك الأعشاب او الطبيعية. لان الناس زمان كانت يعني بتهتم بالعطارة جدا، وهي كانت الدواء بتاعها. بعد كده اهتموا بالدكاترة وبالحاجات العقاقير والكيماويات، ودلوقتي النهاردة عرفنا قيمة العطار ورجعنا له تاني ولعلاج حاجات كتيرة. فقول لنا بقى حاجة من وصفات العطار للمناعة. أول حاجة العسل. العسل العسل الأبيض. العسل الأبيض خام، اه بيتخلط عليه مواد بعض من الحاجات تانية برضو عطارة، كلها أعشاب، كلها حاجات طبيعية، ما بندخلوش فيها أي مواد أو أي حاجات كيماوية أو دكاترة أو كلام من ده. نعملها قرب منه عشان الصوت. الطريقة بقى اللي هنعملها بيها، نجيب برطمان عسل. عسل أبيض. عسل أبيض. اه ونجيب حبة البركة، لأن حبة البركة دي رقم 1 في المناعة. ونجيب القرفة. وكمان هنضيف عليهم الكركم، لأن الكركم فيه نسبة فيتامينات عالية برضه. ايوه. هنخلطهم مع بعض جيدا. طيب بالنسبة لحبة البركة هنطحنها ولا زي ما هي؟ لا، مطحونة. هتتطحن. ممكن حبة البركة تتاخد لوحدها، تتطحن لوحدها. وممكن نضيف المواد دي كلها مع بعض وتنطحن مع بعض، بحيث ان هي تبقى كلها ايه، مزيج مع بعض. وبعديها نجيب العسل، نجيب برطمان او نجيب حاجه كبيره شويه، عشان طبعا برطمان ازاز. ازاز نفضي العسل فيه. طيب انت قلت لي معلومه على البرطمان الازاز، ما ينفعش نحط فيه معلقه معدن، ليه بقى؟ لان المعلقه المعدن بتكسر الفوائد اللي في العسل. ممنوع خالص نحط اي حاجه لا، معدن. ممنوع. امال نحط ايه بقى؟ اي معلقه خشب او بلاستيك. اي حاجه تانية غير دول هتكسر الفايده اللي فيها.
المعالق المعدن ما ينفعش ان هي تتحط تقلب بيها العسل تاني، ليه بقى؟ لان المعدن دي بيتأثر غلطة ناس أي كتيرة حاجة. بتقع ناس فيها. كتير بتقع فيها وناس وانا كتير نفسي على فكرة كنت بعملها اول ما اجيب البرطمان بعلقها على طول معدن. اكيد اكيد. مجرد ان انت بتحطي المعلقه دي جوه العسل خلاص الفايده بيتفاعل. بتتفاعل معاه. اه العسل ده الهي ربنا اللي بعته لنا، فيه فيتامينات عاليه. لما تمزجي المواد دي معاه هتجيب نتيجه اعلى وهتعلي نسبه المناعة. المناعه. هتعلي نسبه المناعه جدا. وهيتاخد الطريقه بقى ازاي هتستخدميه. هتسيبيه في البرطمان او في البوله اللي انت قلبتيه فيها اللي انت حطيتيه فيها زي ما هي. وعلى الريق هتاخدي بمعلقه معلقه خشب. خشب او بلاستيك. معلقه على ريق النوم. وقبل ما تيجي تنامي اخر النهار برضو معلقه. مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. على الريق وقبل ما ننام. على الريق وقبل النوم. ده بيعلي المناعة. ده معلقه كبيره. ده بيرفع نسبه المناعه تدريجيا. طيب تمام. احنا النهارده هنتكلم على حاجه تاني. انت قلت لي ان هي اكتر حاجه بتتاخد منك دلوقتي التخسيس. ناس كتيره بتحاول تخس وعايزين وبيروحوا العقاقير وما بتجيبش نتيجه. عايزين برضو وصفه العطار. التخسيس ليه اكتر من حاجه. ايه بقى؟ اولا اعرف ازاي اذا كنت عايزه هتخسي ولا لا. هعرف انا ازاي اذا كنت هتخسي ولا لا. عندي يعني اذا كانت الغده شغاله ولا لا، في حرق في الجسم ولا لا. الاول في الحاله دي بنطلب بس تحليل للغده. دي حاجه واحده. تحليل الغده. بعد ما تحليل الغده تجيبيها لي توريها لي اشوف النتيجه بتاعت الغده في حرق ولا لا. عشان في ناس بتقول ان احنا مش بناكل كتير وبنتخن. بتبقى الغده بتاعت الحرق ضعيفه خامله. فبالتالي كل ما بتاكل كل ما بتزيد. هي حتى لو ما بتاكلش برضه بتزيد. فبعد التحليل ده بقدر احدد هديكي ايه عن التخسيس. في اثناء الفتره دي لو لا قدر الله لقينا الغده خامله يبقى هديكي علاج ينشط الغده اللي عندك. الغده بتاعت الحرق. والله انت بتقول كلام جميل قوي واول مره نسمعه كاني دكاتره بصراحه. بسم الله ما شاء الله عليك. دي حاجات طبعا احنا لازم ندرسها قبل ما شغالين في المجال ده بقالنا فتره. فننشط الغده الاول بعد كده نبدا بكورس التخسيس. كورس التخسيس بقى عباره عن ايه؟ في اعشاب بتتجهز بتعمل على حرق الدهون شامله اللي هي في الجسم كامل كله. وفي اعشاب مطحونه بودر عباره عن كريم بالاعشاب برضو وبضيف عليه زيوت لتخسيس اماكن معينه في الجسم. زي الكرش والبطن والحاجات دي. البطن الدراعات من هنا. اي حاجه فيها ترهلات. الجوانب الارداف اي حاجه فيها ترهلات. الكريم ده بيفورها. هو الكريم ده عندك؟ موجود. طب ممكن نشوف شكله برضو عشان الناس تستفيد؟ تعالى يا عم. ده بيجيب نتيجة حلوة يعني؟ بيجيب نتيجة لأنه كريم بالجنزبيل. هو ما فيهوش أي أضرار صح؟ ما فيهوش أي أضرار لأن كل المكونات بتاعته أعشاب طبيعية. طب ممكن نعرف سعره كام؟ ده مش غالي، ده عامل 35 جنيه. 35 جنيه. 35 جنيه. وبدعمه بالزيوت. في زيوت بحطه عليها بضيفها عليه بتجيب نتيجة أقوى. زي زيت إيه بقى؟ برضه زي زيت الجنزبيل. وزيت الشاي الأخضر. وزيت الكمون. 3 زيوت دول بحطهم على التركيبه اللي جوه اللي هو الكريم نفسه. واقلبه بحاجه برضو ما تكونش معدن. حاجه خشب او بلاستيك اقلبه بيه. وبعد كده استخدمه على المكان اللي انا عاوز اخسسه. انت بتحس المعالق المعدن بتتفاعل. بتتفاعل مع اي حاجه. حتى في الاكل الطبيعي برضو بتتفاعل مع الاكل. بيدهن في الاماكن اللي انت عاوزه تخسسيه. الاول تغسلي المكان اللي انت هتخسسيه هتدهني فيه. تغسليه بميه دافيه تكون ميه فتره كده بحيث المسام بتاعت الجسم تتفتح. تغسليه وبعد كده تنشفي بالراحه. وناخده قطع صغيره من الكريم لحسه صغيره كده وادهن بطريقه دائريه كده في المكان اللي انا عايزه. كله طريقه دائريه. وبعد كده اسيبه لحد ما يتشرب. وبعدين الف مكان اللي انا عملت فيه ده اللي انا دهنت فيه
استرتش ليه؟ اه علشان يكتم المكان ده، علشان عاوز المكان ده يعرق ويحصل فيه سخونة ودرجة حرارة على قدر المستطاع. عشان تنزل علشان الدهون. ايوه علشان عشان تنزل تحرق الدهون. علشان الدهون تتحرق بسرعة بطريقة اسرع. وبيجيب نتيجة اسرع مع الحركة. يعني ما اعملوش واقعد اريح. ما اعملوش وانا نايم. لا انا عايز يبقى فيه حركة وشغل رايح جاي هنا وهنا. دي هتجيب نتيجة اسرع وهتعلي معانا نسبة الحرق بالضعف. طب هتتكلم تاني عن حاجة تانية ولا كده خلاص بقى؟ مرة تانية برضو عادي مرة تانية هنتكلم على كل الفوائد دي. هو هيتكلم على اعشاب تخسيس برضو. اللي هي بتتجمع بقى، اللي هي بتتجهز. انت حضرتك بتجهزها. طب دي عبارة عن ايه كده من غير نسب؟ عشان النسب دي بتاعتك انت بقى. من غير نسب بتبقى مبدئيا الكمون، الحصى، الكزبرة، حصى، ومرمرية، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبضيف عليها الجنزبيل والشمر والقرفة. الجنزبيل ناعم وينسون وكراوية. وغير كده وكده بحط ورق عليها ورق زيتون. دي بتتشرب الخلطة دي؟ وورق مورينجا، اوراق مورينجا. الحاجات دي كلها بتبقى خلطة مع بعضيها، بتتقلب وبعد كده بتتغلي. بتتغلي. تاخدي منها مقدار صغير على مقدار الكوباية مثلا في اليوم، الكوباية الواحدة. تغلي الكوباية وتشربيها. تتشرب برضو مرتين في اليوم، ولو عايزة تضيفي مرة كمان يبقى 3 مرات في اليوم. بس دي على فكرة كمان غير ان هي بتخسس بتقوي المناعة برضو. بتقوي المناعة لان معظمها حاجات بتفيد الجسم. مكونات طبيعية. ايوه مكونات طبيعية. يعني مش بتخس ويبقى الواحد شكله شاحب وكده اهو، لا بتخس مع يعني صحة وفيها فيتامينات برضه. ايوه. وفيها حاجات مقوية للجسم وقوية جدا لجهاز المناعة. فكلها حاجات طبيعية من اصل الطبيعة. احنا بعدنا عن العطارة عموما. بعدنا عن الطبيعة عموما وعن العلاج الطبيعي عموما. ايه اللي حصل؟ اي واحد يتعب او دماغه توجعه او بطني او معدتي يجري على الصيدلي. يجري على الصيدلي. انا تعبان، انا عندي ايه؟ الصيدلي ما عليه غير ان هو عاوز يبيع. ايوه طبعا. بس طبعا يعني كل علاج بيجيب مرض غيره. ممكن يعني بس برضه الطب محدش يقدر يقول في حاجه. طبعا مهم. بس رقم واحد الحاجات البسيطة الطبيعة. بلاش نجري على الدكاترة. نشوف حاجة يعني اللي عنده مغص حاجات بسيطة كده بتخففها من عند العطار وحاجات كده. صح. بس رقم واحد الطبيعة. ربنا عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام قال وما خلقنا شيء من داء إلا وله دواء. يعني مفيش حاجة ملهاش دواء ربنا ما خلقهاش. وهي العقاقير برضو واخده حاجات من الطبيعه برضو، كلها من العطاره بس بيزاد عليها اللي هي المواد الكيماويه، كلها من الاعشاب. بس هم بقى بيضيفوا كيماويات عليه علشان مثلا في حاجات تعالج اسرع، في حاجات تعلي نسبه حاجات في الدم، في حاجات تجيب النتيجه اسرع زي مثلا المسكنات. طيب معظم المسكنات تلتينها بيبقى من الاعشاب. طيب احنا النهارده استفدنا منك كتير جدا والف شكر ليك، وان شاء الله المرات الجايه تقول لنا وصفات تانية وحاجات تانية من وصفات العطار. الف شكر ليك يا استاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.